السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة يوميات تحدي المشاكل. النهاردة فكرة الفيديو بنقدم منيو أكلات شهر رمضان. أول يوم معانا زي ما انتم شايفين كده محشي وملوخية وفراخ، ممكن نحط أي نوع سلطة. تاني يوم باقي الأكل. اليوم التالت محشي أنواع مختلفة. والرابع يوم باقي الأكل. فمش كل يوم نرهق نفسنا في الوقفة. الشهر ده شهر عبادة، وممكن نستغل الوقت في ان احنا يوم نطبخ، يعني يوم نطبخ وتاني يوم نعمل ايه باقي الاكل. يعني نقف مرة واحدة وتاني يوم نكمل باقي الاكل عادي جدا، نسخنه تسخينة حلوة كده بضمير وبعدين ايه ناكله. مش لازم كل يوم نقف في المطبخ. ده شهر عبادة ونركز في العبادة. اليوم الخامس زي ما انتم شايفين كده بطاطس وتونة ومخلل. مش لازم ناكل كل يوم بقى ايه اكل جامد عشان ما يجيلناش تخمة. ممكن نفطر كده حاجات خفيفة. فمش لازم. بالنسبه بقى اللي زي ما انتم شايفين كده رز وفراخ، وممكن نحط اي نوع سلطه. اليوم اللي بعد كده بيتزا. غيرنا بقى موضوع الرز والمحاشي ده. زي ما انتم شايفين كده اليوم اللي بعده باقي البيتزا. اليوم ال11 سمك ورز، وممكن نحط سلطات صوصات اللي يعجبكم. بعد كده عندنا اللحمه وبسله ورز. اليوم اللي بعده نكمل باقي الاكل. اليوم اللي بعده عملنا كشري. اليوم اللي بعده عملنا طواجن مكرونه باللحمه او الفراخ. اليوم اللي بعده نكمل باقي الطواجن، يعني نعمل الاكل يكفي يومين عشان نتفرغ للعباده. اليوم ال17 عملنا حواوشي لحمه، ممكن نعمل حواوشي بطاطس اللي يعجبكم. اليوم اللي بعد كده عملنا كريب بالفراخ، ممكن نعمل كريب باللحمه اللي يعجبكم. ممكن نحط جنبه اي نوع سلطه. بعد كده زي ما انتم شايفين دي طبقه بسكوت وعليها صوص، وبعدين طبقه كريم شانتيه، وبعدين ايه عليها صوص. زي ما انتم شايفين كده ده حلوى سريعه جدا. طبقه بسكوت، طبقه كريم شانتيه، طبقه جيلي من فوق. وقبل ما نحط طبقه الجيلي بنحط موز، وبعدين بنحط الجيلي، وبعدين بنجمدها شويه في التلاجة وتبقى بالمنظر الرهيب اللي انتم شايفينه دوت. طبعا تحفه جدا وسريعه ومبتاخدش وقت خالص. وبتتقدم بتتقطع قطع كده وبتتقدم في اطباق. ممكن نعمل دوناتس ونحط عليه اي صوص. بعد كده اليوم اللي بعد كده قدمنا كده همبرجر. عملنا حاجه سريعه. مش لازم كل يوم نعمل محشي او رز او مكرونه او الحاجات دي. ممكن نعمل سندوتشات عادي جدا. اليوم اللي بعد كده عملنا قرنبيط مقلي، حاجه خفيفه شويه عشان ايه مش كل يوم نقضيه حاجات تقيله وواقفه بقى ومجهود في المطبخ. فممكن نختصر الوقت ده ونخليه اللعبه ده اكتر. بعد كده اليوم اللي بعد كده عملنا صينيه بطاطس باللحمه ورز زي ما انتم شايفين كده. ممكن نحط جنبه اي نوع سلطه، او اي خضروات مقطعه، او اي سلطات زي ما تحبوا. رجعنا بقى عملنا محشي تاني، محشي وفراخ. ممكن نحط جنبه بقى اي نوع شوربه، اي نوع سلطه خضراء، سلطه طحينه. ممكن نحط جنبه اي نوع خضار ملوخيه. اليوم اللي بعد كده بقى اكلنا تونه. زي ما انتم شايفين كده المنيو متنوع، ومش بنمشي كله لحمه او فراخ، لا متنوع، وساعات حاجات شعبيه زي ايه ما انتم شايفين كده منيو متنوع. ده اليوم ال26 محشي وفراخ وملوخية. يوم 27 بقية الأكل، يعني بنعمل الأكل يكفي يومين بدل ما نقف كل يوم في المطبخ ونضيع وقت ومجهود وتعب. لا، نعمل الأكل يكفي يومين. اليوم اللي بعد كده عملنا قرنبيط مقلي. ممكن نحط جنبه أي نوع خضار أو سلطات. اليوم اللي بعد كده عملنا حواوشي. ممكن نعمل حواوشي بالبطاطس، حواوشي باللحمة، حواوشي بالفراخ، زي ما نحب. اليوم اللي بعد كده بقى عملنا ايه بيتزا. ده كان اخر يوم في الشهر. لو عجبكم الفيديو لايك واشتراك في القناة، وشكرا جدا ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ريت يا جماعة تتفاعلوا، اللي يدخل القناة يتفاعل ويحط لايك ويشترك في القناة عشان نستمر. ويحط لي كده كومنت حلو لو عجبكم الفيديو او عجبكم اي حاجة في الفيديو. تحطوا لي كومنت حلو، واللي يدخل يشترك يقول لي في الكومنتات ان هو اشترك. ويا ريت بقى تصلوا على النبي في الكومنتات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.